دخلت المطبخ وانا بقول يا دي الضيوف اللي كل شويه هيجوا. ما كانتش والده دي. وفي الوقت ده كنت بحضر الحاجه علشان سبوع سلفتي، الاكل والمغات وكل حاجه عايزاها عشان الضيوف. وقلت الحمد لله بان عليكي مليتي الحله ميه، كويس ان عملت كده قبل ما الميه تقطع. وساعتها حطيت الحله على البوتاجاز، وكمان شغلت البوتاجاز، وبدات وقتها احضر الحاجه. بس فجاه سمعت صوت النون الصغير بيعيط قريب مني، وانا ما كنتش فاهمه هو الصوت ده جاي منين. اتخضيت قوي لان الصوت كان قريب وكانه جنبي في المطبخ. ساعتها بصيت حواليا وطبعا ما لقيتش حاجه، وجريت بسرعه عريت الحله، شلت الغطا من عليها. وهنا شفت الصدمه اللي عمري ابدا ما كنت صدقها. ايوه، لقيته جوه الحله. واللي حصل بعد كده عمري ابدا ما كنت صدقه. والحكايه ابتدت من اول لما دخلت بسرعه اوضه اخويا، لاني خبطت كتير وما كانش بيرد عليا، وقلت له هو انت ما بتردش ليه؟ وساعتها ما كملتش الكلمه لاني لقيته بيعيط. ايوه، اتصدمت ساعتها وقلت له في ايه؟ ايه يا واد، انت بتعيط ليه كده؟ لقيته بيقول لي سيبيني في حالي واطلعي بره يا عجله، انت مالكيش دعوه بيا. قلت له انا عجله؟ بقى انا غلطانه ان انا جيت اسال عليك؟ اصل انا حمرت بطاطس وعملت سندوتشات همبرجر بره، وايه، يستاهلوا بقك، حلوين قوي. وبعدين فضلت انادي عليك على اساس يعني اللقمه ما تنفعش من غيرك. والغريبه ان انت ما ردتش عليا وانا اتخضيت عليك، وعلشان كده دخلت الاوضه، قلت يمكن مت ولا جرالك حاجه. لقيته بيقول لي يخرب بيت لسانك، ضحكتيني وانا ماليش نفس. ساعتها قلت له مالك طيب، بتعيط ليه؟ خليك جامد كده وانت يا فياله، ده انا بستقوى بيك، معقول اشوفك بتعيط؟ لقيته بيقول لي حصل معايا موقف صعب قوي النهارده. قلت له اه، هو انت كنت فين انت وبابا؟ رحتوا كده مشوار ومحدش قال انت كنت فين؟ كنت بتسيع انت وهو؟ لقيته بيقول لي اسكتي بقى، يخرب بيت لسانك، اصبري اسمعيني، لان الموقف اللي حصل معايا النهارده هزني ووجعني قوي. قلت له طب احكي، احكي يا حبيبي وقول، وانا اسفه، انا سامعاك. ساعتها لقيته بيقول لي انا كنت قاعد بقلب في التليفون في يوم من الايام، وفي الوقت ده جالي طلب صداقه على الفيسبوك، وكانت بنت حلوه قوي، بصراحه كانت جميله وصورتها جميله. وقتها قبلت الطلب بتاعها وبقينا اصدقاء، ولقيتها عماله بتعلق على كل الصور بتاعتي، عماله كل شويه تبين اعجابها بيا وتعمل لي تعليقات وقلوب والكلام ده. حسيت انها مهتمه بيا قوي. انا كمان دخلت على الصفحه بتاعتها، ورغم ان الصفحه كانت معموله من قريب، بس كل الصور اللي عليها بهرتني. كانت البنت جميله بجد، وكانت كل يوم بتنزل صوره جديده وفيها اجمل من اللي قبليها. بصراحه كنت مبهور بيها، وكنت بتمنى انها تكون معجبه بيا. وانتي عارفاني لخمه، طبعا اتكسفت ان انا اكلمها، مع اني كان عندي فضول اعرفها كويس قوي. لحد لما في يوم لقيتها بعتالي رساله، وهنا بقى قلبي دق بسرعه قوي. ولقيتها بعتالي انت لفتت نظري جدا على فكره، واستنيتك تكلمني بس انت ما تكلمتش. على قد ما كانوا المعجبين اللي عندي على الصفحه كتير، على قد ما انا بتكسف جدا، وبصراحه مش بحترم اي حد بيضايقني او يحاول يعكسني. وعلشان كده لفت نظري انت، لان انت كنت هادي وراسي كده، وانا بصراحه لفت نظري ادبك واخلاقك. دي حتى صورتك خطفتني، وعلشان كده بعتلك طلب على طول. الكلام بتاعها ده صدمني، وفي نفس الوقت سحرني، وانبسطت جدا، وحسيت نفسي ان انا امور واد جان. ساعتها قلت له يا خيبتك، يا خيبتك القويه، قلبي حاسس باللي جاي. قال لي اسكتي، اسكتي يا بومه يا عجله، واسمعيني للاخر، اسمعي بس وشوفي اللي حصل معايا. المهم ان انا انبسطت من كلامها قوي، وزي الجحش بعت لها رساله انا كمان. وفي الوقت ده ماما نادت عليا، ولقيتها بتقولي تعالي، تعالي يا ياسمين بسرعه، عايزاكي في موضوع مهم، تعالي يا بت بسرعه. وقتها قلت لها مش وقتك يا ماما، استني لما اسمع الحكايه بتاعت اخويا، لحسن الموضوع سخن قوي وانا عايزه اعرف ايه اللي حصل. بعتت لك صور يا واد ولا ايه؟ ساعتها قال لي طب امشي، امشي وكلمي امك دلوقتي، بدل ما اديكي باي حاجه في وشك، لان انتي بتفكري في حاجه وانا اللي حصل لي حاجه تانية خالص. ساعتها قلت له ماشي، لنا بقيه، يعني القصه دي لازم اسمعها ولازم تكملها لي. صدقني مش هسكت ولا هيجيلي نوم ولا هرتاح غير لما اعرف ايه اللي حصل. بس انا هروح اكلم ماما علشان ممكن تجري ورايا بالشبشب. في الوقت ده دخلت المطبخ عند ماما، وقلت لها مالك يا حبيبتي، عايزه حاجه ولا ايه؟ لقيتها بتقولي انا لسه جايه من عند خالتك.
وبصراحة كده خالتك فتحت معايا الكلام وقالت انها عايزة تجوزك لابنها، ابنها وليد. وقلت لها يا نهار ابيض، وليد ابو دم تقيل، ده دمه يلطش، ده انا ببقى عايزة اضربه باي حاجة، ده انا ما بتحملوش دقيقتين على بعض، ده انا بكره الزيارات العائلية بسببه. انت تعرفي يا ماما انا مشيت ليه من عند خالته المرة اللي فاتت؟ من تقل دمه. لقيتها بتقول لي اصبري بس يا بت، هو انت فاكرة نفسك ايه، امورة وجميلة يعني وخلاص لفتي نظر الكل؟ اصبري لا يكون عريس لقطة وممكن يضيع من ايدك. انت عارفة ان عنده شقته وحاجته وجاهز، يبقى انت مستنية ايه؟ ساعتها قلت لها مستنية الفرج، مستنية ان احب واتحب. بصراحة يا ماما انا مش عايزة اتجوز بالطريقة دي، انا مش عايزة اعمل كده، ولو قعدت بايرة زي اختي الكبيرة عمر ما هيهمني. انا بحبها وشايفاها اجمل واحدة، وشايفاها القرار السليم الوحيد اللي اخدته في حياتها، انها تقعد من غير جواز ولا انها تتجوز واحد ما بتحبوش. لقيتها بتقول انت بتتحديني ولا ايه؟ وبعدين خلاص براحتك، بس بكره تندمي وتعيطي بالدموع وتقولي يا ريتني قبلت بيه. اه ابن خالتي اولى بيا. ساعتها قلت لها لما اعمل كده ابقي اعملي فيا اللي انت عايزاه وسيبيني بقى دلوقتي، عشان في قصه مثيره ابنك بيحكيها لي، قصه ممتعه جدا، عايزه اعرف نهايتها، لان بصراحه عايزه اضحك عليه. وسبتها ومشيت، ورحت وقفت في البلكونه جنبه وقلت له ولا يا حسن يلا كملي الحكايه، لاني عايزه اسمعها وعايزه اعرف ايه اللي حصل لك. لقيته بيقول لي انا بس اللي لفت نظري الابتسامه الرخمه اللي على وشك دي، هو انت بتضحكي كده على ايه؟ بقى انا بحكي لك مأساتي ودخلتي عليا لقيتيني بعيط وانت فرحانه كده. ساعتها قلت له بصراحه عندك حق، انا ماليش ان انا اضحك، وصدقني مش هضحك تاني، مع اني لسه قايله لماما ان انا كنت هضحك عليك، بس خلاص رجعت في كلامي. يلا بقى كمل الحكايه. لقيته بيقول لي بعد ما بعتت لي رساله وانا اعترفت لها بحبي زي الجردل، اتعلقنا ببعض اكتر، وبدأت تبعت لي كلام حب وصور زي ما قلتي، صور جميلة جدا، كل يوم تكون في مكان شكل. البنت كان باين عليها غنية، ووقتها انا اتعلقت بيها وحبيتها قوي، وفضلت يوم بعد يوم اتعلق بيها اكتر واكتر، لحد لما بعت لها فويس بقول لها مش قادر ابعد عنك اكتر من كده، وبعدين انا بحب ادخل من الباب على طول، لان اللي مرضهوش على اخواتي مرضهوش على حد، انا عايزه اتجوزك واجي اتقدم لك. وقتها قالت لي استنى لما افكر، انا عايزه وقت علشان اخد القرار ده، لان الجواز مش حاجه سهله. وفضلت 3 ايام ما تكلمنيش، اختفت تماما، وانا كنت هتجنن عليها. فضلت ابعت لها كتير فويسات بقى على رسائل على كل حاجه، وبدات ابحث عن الاكونتات بتاعتها، كنت هتجنن عليها بمعنى الكلمه، لحد لما في يوم ظهرت لقيتها بتقولي كل واحد يروح لحاله. وقتها انهارت جدا طبعا وما كنتش مصدق، وفضلت ابعت لها رسائل واتحايل عليها، وكنت ناقص اروح ابوس رجليها علشان توافق بس ان انا اتقدم لها وترجع تكلمني مرة تانية. واتحايلت عليها كتير لحد لما قالت لي بصراحة كده انا كنت بكدب عليك، اصل انا مستكنة في حتة راقية زي ما انت اخدت بالك، انا كنت بروح عند اصحابي عشان اتصور. ساعتها قلت لها وايه يعني، حتى لو انت من منطقة شعبية برضه بحبك، انا اتعلقت بيكي وعايزك. لقيتها بتقولي انت حر، خلاص انا هقولك على العنوان وتعالى، وامري لله. وفعلا كتبت لي العنوان، اللي انا بقى فرحت بيه قوي ان العنوان ده قريب مننا وانا عارفه. وفي الوقت ده كلمت ابوكي وقلت له ان انا محضر نفسي وعامل جمعيات، ومعايا فلوس كتير كمان اجيب الشبكه واجيب كل الحاجه بتاعه الخطوبه. وابوكي وافق ان هو يجي معايا علشان نقرا فاتحه، ولاني كنت عايزه اعملها لكم كلكم مفاجاه فما قلتش لاي حد، واخدت بابا معايا. ولما رحت هناك عند العماره اللي هي كانت كاتبالي الرقم بتاعها، اتفاجئت ان العماره دي انا اعرفها كويس قوي ودخلتها قبل كده. والغريبه ان انا كنت عارف ان صاحبي ساكن في المنطقه دي وحتى العماره، بس انا عمري ما دخلت الشقه بتاعته. المهم ان انا طلعت على العنوان ودخلت انا وابوكي وقعدنا، والصدمه بقى كانت هنا. وده لما طلع صاحبي، ايوه صاحبي اللي انا كنت عارف ان هو ساكن في العنوان ده، ولقيته بيقول انا اسف، انا كنت عايزه اهزر معاك، وكنت عايزه احسسك ان انت ممكن تتحب وان انت كويس وما فيكش اي عيوب، وانا اسف ان انا وجعت قلبك وجبتك لحد هنا. انا سيلا اللي كنت ببعت لك وبكلمك. وقتها الصدمه اثرت عليا، ساعتها ضحكت من قلبي وقلت له يا نهار ابيض، بقى ده مقلب يعملوا فيك، اخص عليه. لقيته بيقول لي انت بتضحكي. انا بقى قلبي اتكسر 100 حته، اتخدعت في صاحبي
وقلت له انا عمري ما هسامحك، عمري ما هسامحك على الموقف اللي عملته فيا. وساعتها ابويا قال لي انت طلعت غبي وحمار يا ابني، مش تتاكد الاول انها بنت وجايبني لحد هنا علشان خاطر واحد اهبل بيهزر معاك. موقفي كان وحش قوي وقلبي اتوجع بجد يا ياسمين. انا بجد زعلان وحزين. انا حبيت بجد، اول مره احب في حياتي، وحسيت ان انا طاير كده في السما. المشكله ان انا صدقت، ودلوقتي بلوم نفسي وبقول ان انا غبي وما فهمتش اللي حصل. وعيط اخويا قدامي. ساعتها حسيت ان الموقف ما بيضحكش ابدا، الموقف فعلا صعب، وقلبه اتكسر وحس بالاهانه. في الوقت ده قلت له بصراحه كده، انا بعد ما كنت واخده الموضوع تهريج، دلوقتي اتضايقت قوي ودمي اتحرق، وانا صاحبك ده انا اللي هنتقم لك منه وهدفعه التمن غالي. انا لازم اكسر قلبه زي ما كسر قلبك. لقيته بيقول لي هتعمليها ازاي دي بقى؟ انت اتجننتي ولا ايه؟ قلت له لا، انا كمان هحبه وهعلقه بيا، وانت هتكون موجود في كل حاجه عشان انا مش هعمل حاجه غلط. المهم ان لما قلبه يتعلق ويطير كده في السما، انا هبدهولك في الارض وهعلمه ما يكسرش قلب حد تاني ولا يخدع حد. لقيته بيقول لي ماشي، وهاتيلي كمان منه الفلوس. ده كان بياخد مني فلوس وابعت له هدايا وابعت له كل حاجه. ساعتها قلت له كنت بتعملها ازاي دي بقى؟ قال لي كنت بتصل بالمحل وانقلها اجمل واحلى هديه، وفي الوقت ده هي تروح تستلمها على طول. عمرنا ما اتقابلنا، حتى كنت بقول لها كلميني فيديو ما كانتش بترضى. المشكله ان انا بجد صدقت، معرفش ازاي بقى، اهي جت كده. ساعتها قلت له ماشي، انا اخد لك حقك يا واد. هو انت فاكر ان ما وراكش رجاله؟ ده انت وراك راجل، راجل قوي كمان. لقيته بيقول لي يعني انا اقبل ازاي على نفسي ان انا اسيبك تكلميه؟ قلت له يا ابني ما انا مش هعمل حاجه غلط، قلت لك هتكلم قدامك، كل حاجه هتكون قدامك. وفي الوقت ده فعلا بعت له طلب صداقه، ولانه اصلا ما كانش يعرف ان انا اخته ولا يعرف شكلي، فقبل طلب الصداقه على طول، وفضل يكلمني وكان معجب بيا قوي. وطبعا انا كنت عملت بلوك لاخويا علشان ما يظهرش لعندي، وبدأنا نتكلم، ومع الوقت بسرعة جدا بدأ يتعلق بيا. وساعتها بقى المشكلة ان انا حسيت ان انا كمان اتعلقت بيه، بس انا كان لازم ما اخلفش وعدي مع اخويا وامسك نفسي شوية. وعدت الايام وهو بيتعلق بيا اكتر. وفي الوقت ده دخل اخويا عليا الاوضة في يوم، ولقيته بيقولي خلاص اللعبة لازم تخلص، هو انت مصدقتي ولا ايه؟ ساعتها قلت له انت عارف وانت بتشوف الشات كل يوم انا عمري ما قلت له كلمة حلوة، بس انا كنت برضه بعلقه بيا باهتمامي. وخلاص لو انت حابب تكسر قلبه انا موافقة. في الوقت ده قال لي ماشي، هو فاتحك في الخطوبة؟ قلت له اه، فتحني امبارح ان هو عايز يجي يتقدم لي. وفي الوقت ده دموعي نزلت. اخويا اتصدم ساعتها، ولقيته بيقول لي بتعيطي عليا يا بنت انتي؟ ساعتها قلت له بصراحة انا حبيته بجد، واللعبة قلبت بجد يا حسن. انا اسفة اني بقول كده، بس هو عايز يجي يتقدم لي وخلاص بقى. اديك يعني خلاص بقيت كويس وجراحك خفت، يبقى سيبنا نتجوز. ساعتها اتعصب عليا وقال لي اسيبكوا ايه بقى بعد ما خططنا لكل ده وكسر قلبي؟ انت جايه تحبيه؟ بتحبيه بجد يا غبيه؟ ازاي يا ياسمين تعملي كده؟ مش قلتي ان انت واقفه في ظهري وبتحبيني وعايزه مصلحتي ان انت تكسري قلبه، وده كان اتفاقنا، مش تحبيه وتتجوزيه. وقتها قلت له غصب عني، ده نصيب، وده اللي حصل. وما كنتش اعرف انه هيحصل كده. لقيته بيقول لي ماشي، انا الحل في ايديا، واخد مني التليفون غصب عني وعمل له بلوك من كل حاجه. وفي الوقت ده بوظ الخطه خالص وبعدني عنه، كمان اخد التليفون مني. ومن ساعتها كنت قاعده في البيت عندي اكتئاب، ما كنتش قادره اطلع منه. خلاص التليفون اتاخد مني، وانا كنت اتعلقت بحمزه جدا. وساعتها لومت نفسي وقلت انا فعلا غبيه، ما كانش ينفع احبه ولا اتعلق بيه. وقتها كان لازم استحمل ألم الفراق، وان انا اتعود على كده. وعدت الايام لحد ما دخل عليا اخويا حسن، وساعتها لقيته بيقول لي مصيبه حصلت، مش عارف حصلت ازاي. وفي الوقت ده قال لي الخبر اللي عمري ما كنت صدق ان انا اسمعه، خبر صدمني بجد. وفي الوقت ده اتصدمت من الخبر وقلت له مات؟ حمزه مات؟ انت السبب، منك لله. لقيته بيقول يا ستي لسه ما ماتش، بس هو مرمي في المستشفى وهي عالمة هيقوم منها ولا لا.
انا حاسس بالذنب قوي يا ياسمين. انا مش عارفه انا عملت كده ازاي. هو من بعد ما انت سبتيه وعملتي بلوك قلت له انت اللي عملت. قال لي يا ستي مش فارقه. المهم ان هو حاول يموت نفسه، وانا مش عارفه اعمل ايه. بس انا دلوقتي هتصرف. واخدني من ايدي بسرعه، وبسرعه جدا ركبنا تاكسي. وساعتها قلت له منك لله، انت تستاهل ان هو يضحك عليك. ما انت برضه طلعت ظالم وكسرت قلبه فعلا. ارتحت كده يا اخويا؟ ضيعت الواد الوحيد اللي انا حبيته. لقيته بيقول لي اخرسي اخرسي يا نيلة انت. هو انا ناقصك دلوقتي؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ يا بنت مش مكسوفه من نفسك ان انت بتقولي لاخوك ان انت بتحبي واحد تاني؟ قلت له عادي، ما هو عايز يخطبني، يعني الواد ما عملش حاجه غلط. انت بس اللي كنت عايز تخلص عليه. منك لله. السواق كان عمال بيضحك على طريقتنا احنا الاتنين. وساعتها قلت له شفت ضحكت علينا ليه ولا ما اسمعش ازاي. السواق اتكلم ساعتها وقال تستاهل، تستاهل كل اللي يجرى لها. انت كان لازم تضربها طلقتين في دماغها وتخلص منها. مستحملها ازاي دي؟ وفضلنا نتخانق مع بعض طول الطريق لحد لما وصلت المستشفى. وهنا دخلنا الأوضة عليه. ووقتها أول لما شافني اتصدم، لما شافني مع حسن يعني. ولقيته بيقول أنا مش فاهم حاجة. هو أنت جبتها ازاي؟ هو أنت عرفت إن أنا بحبها؟ هو أنت كنت تعرفها؟ ساعتها أخويا قال له واحدة بواحدة يا أخويا، أنت كسرت قلبي في الأول وأنا كمان رديتها لك وكسرت قلبك. كده نبقى خالصين أنا وأنت. ودلوقتي هقول لك بقى حاجة وهجيب لك من الآخر. أنت عملت بنت وضحكت عليا، لكن أختي بقى كانت صادقة معاك جدا وعمرها ما كانت بتضحك عليك. أختي كانت بتحبك بجد، وأنا مبسوطة إن أنت كمان عايز تتجوزها. ساعتها وقلت له أيوه. هو أنت مش كنت قايل إن أنت هتخطبني ولا إيه؟ وبعدين يا أخي أنت إيه اللي عملته ده؟ هو في حد يعمل كده برضو؟ قلقتني عليك. ده أنا كنت هموت من الخضة. ويا عالم بقى لو اتجوزتني كنت هخلف ولا لأ. ضحكنا ساعتها. ولقيته بيقول حرمت أضحك على حد مرة تانية. أنا دلوقتي عرفت إن الموضوع بيبقى سخيف قوي لما تلعب بقلب حد وتكسر قلبه، حتى لو كان هزار، حتى لو كان صداقة أو أي حاجة تانية. ساعتها قلت له الحمد لله، كويس إن جت على قد كده. واتكلمنا كتير مع بعض. وطبعا أول لما وقف على رجله بقى كويس جه واتقدم لي، وأنا كنت فرحانة ومبسوطة. ولما اتخطبت أنا وحمزة كنت مبسوطة جدا وفرحانة بحياتي. وعدت الأيام وإحنا بنجهز حاجتنا لحد يوم الجواز. وفي الوقت ده كانت بتلبسني بنفسها. وساعتها قلت لها تسلم ايدك يا قمر، عقبالك يا روح قلبي. لقيتها بتقولي ما خلاص، انا خلاص فقدت الامل وشكل كده مش هتجوز. قلت لها اوعي تقولي كده، انت اختي الكبيره وحبيبتي، واحسن قرار عملتيه ان انت استنيتي بدل ما تتجوزي اي جوازه والسلام. وصدقيني انا احترمت قرارك جدا. انا كمان ما رضيتش اعمل غير كده، اتجوز اللي انا بحبه. وانا متاكده ان انت في يوم من الايام هتتجوزي واحد بتحبيه، وبكره تقولي ياسمينة قالت. وفي الوقت ده دخلت خالتي، وساعتها لقيتها بتقولي مش ابني كان اولى؟ ابني اولى بالجوازه دي، ولا انت زي القرع تمدي لبره؟ ساعتها قلت لها لا مش اولى، لاني حمزه بيحبني وانا بحبه. بصراحه بقى يا خالته النهارده جوازنا وانا مش هتكسف. لقيتها بتقولي ده انت عينك يتدب فيها رصاصه، انت كنت تستاهلي تقعدي بايره زي اختك. وقتها جرحت اختي بالكلمه. وانا قلت لها بقول لك ايه يا خالته، بما انك بقى جيتي فانا بصراحه كده مش عايزاكي تباركيلي، مش عايزه منك اي حاجه. اللي يجرح اختي يجرحني. اي نعم انت خالتي على راسي، بس برضو اللي انت قلتيه دلوقتي عمري ما هسامحك عليه. ومتشكره برضو قوي ان انت جيتي تباركيلي. خدي ابنك بقى ابو دم تقيل ده واتفضلي امشي، لانك مش معزومه في الفرح. خالته ساعتها مشيت زعلانه، وانا كنت سامعه وماما عماله بتراضيها وهي عماله بتتخانق بره. وقتها قلت لها اوعي تزعلي، انت يا مريم اجمل واحده في الدنيا، وصدقيني ربنا يعوضك. عيطت كتير قدامي، وبصراحه كان عندها حق. الناس بتجرح وتوجع غيرها من غير ما تعمل اي حساب لشعورهم ولا احساسهم. وفي الوقت ده على قد ما كنت فرحانه زعلت عشانها، ودعيت كتير ان ربنا يفرحها. وعدى الفرح اللي كان جميل قوي، وانا من بعدها كنت سعيده ومبسوطه جدا مع جوزي. ولما خلصنا شهر العسل ابتديت بقى اروق البيت واشوف كل حاجه. وطلعت اليوم ده على السلم لاني كنت عايزه انضفه، واتصدمت لما لقيت زباله كتير قوي مرميه على السلم. وساعتها عرفت ان الزباله دي اصلا مش بتاعتي، وكمان كانت لسه مرميه. في الوقت ده استغربت جدا،
لان مفيش حد في البيت غير انا وسلفتي اللي تحت. احنا بس الاتنين اللي ساكنين في البيت، ومحدش غيرها هي اللي موجود. في الوقت ده قلت عادي افوت لها مره، واكيد هي مش هتكررها تاني. وفعلا كنست السلم ولميت الزباله، وشفت البيت وترويقه لحد لما جه جوزي. وساعتها كان حزين قوي. اول لما شفته قلت له مالك؟ مالك يا حبيبي في ايه؟ لقيته بيقول لي مصيبه وقعت فيها، غلطت غلطه كبيره قوي، ويا ريتني ما عملت كده، انا ندمان قوي. قلت له خير، بس ايه اللي حصل؟ ساعتها لقيته بيقول لي انا كنت في مكتبي عادي وكنت بشوف شغلي، لحد لما دخل عليا زميلي ولقيته بيقول لي ايه يا حمزه، منور المكتب ومنور الدنيا. وقتها قلت له عايز ايه؟ اتكلم على طول، اصل انت لما بتقول كلام حلو بتبقى كده عايز مصلحه. قول لي يا ابني وهات من الاخر، عايز ايه؟ ساعتها قال لي بصراحه كده في ملف عندي عايز يتراجع ويدرس كويس قوي وتطلع منه تقرير للشركه، وانا ما عنديش وقت اعمل كده. بصراحه مراتي تعبانه قوي ولازم اروح بيها المستشفى، وانا عارف ان انت الوحيد اللي جدع هنا واقدر اعتمد عليه، فمعلش خلص الملف ده وسلمه للمدير، وقول ان انا اللي عملت الشغل ده وان انا اللي عملت التقرير، وهي دي الخدمه اللي انا طالبها منك. وعلى فكره بقى انا هرد لك الخدمه دي اضعاف بعد كده، وعمري ما هنسالك الموقف ده. ساعتها قلت له ازاي بس؟ الملف ده مهم جدا ولازم انت اللي تخلصه، علشان انت يعني عارف الموضوع ده من اوله، عارف كل الخطوات اللي موجوده جوه الملف، وانت ادرى مني بيها، بدل ما اعمل حاجه غلط واخسركوا حاجه. وانا بصراحه كده مش عايزه اتحمل المسؤوليه. لقيته بيقول لي احلف لك واقسم لك بايه، انا مراتي تعبانه بجد. وساعتها وراني التحاليل بتاعتها كمان، وانا وافقت ان انا اعمل له الملف. وفي الوقت ده قعدت كمان ساعه اضافيه على شغلي علشان اخلص الملف ده وادرسه واعمل كل اللي مطلوب منه. وسلمته للمدير الملف، وقلت له ان عزت هو اللي عمل التقرير كله، وهو اللي راجع الملف وسابهولي عشان اسلمه بنفسي، وانا اديته للمدير ومشيت. بس لما رحت النهارده الشغل لقيت المدير عمال بيزعق لعزت وبيقول ان في مراجعات اتلخبطت، وده لان عزت نسي يديني ورقه من جوه الملف كانت ناقصه، ودي غيرت الحسابات كلها. والمشكله ان التقرير طلع غلط. ولقيت المدير بيقول له اطلع بره، وطرده كمان. عزت اتطرد بسببي. ساعتها قلت له يا حبيبي انت ما عملتش حاجه غلط، انت كنت عايز تساعده. يعني انت لو كنت قلت له لا وهو ما كانش راح بمراته المستشفى، لانه طبعا هيتخصم له وممكن يترفد، كنت ساعتها هتبقى صح. انت كده عملت الصح، وقفت جنب صاحبك وكنت عايز تساعده، انت ما عملتش حاجه غلط. ساعتها لقيته بيقول لي طب اعمل ايه دلوقتي؟ قلت له انا عندي فكره كويسه. انت بما انك شغال بقالك كتير قوي في المجال ده، فاكيد تعرف واسطه كده ولا كده، فممكن يعني تاخد من الواسطه دي كارت ولا حاجه وتشغل عزت في اي مكان تاني يليق بيه، ويمكن ده يبقى خير ليه. ساعتها لقيته بيقول لي تعرفي اجمل حاجه في الدنيا ان انا حبيتك، انتي بصراحه ريحتي قلبي وخلتيني مبسوط قوي. الحمد لله ان انتي موجوده في حياتي، انا فعلا هعمل كده. ساعتها قلت له ماشي، وبالمناسبه الحلوه بقى اللي زي القمر دي، انت هتجيب 2 بيتزا وهنقضي سهره النهارده للصبح، سمعت ولا لا؟ ساعتها جوزي وافق، وقضيت سهره حلوه قوي معاه. بس تاني يوم لما راح الشغل قلت انا مش هنام، انا هقعد اخلص اللي ورايا، لاني عايزه اعمل محشي واعمل اصناف كتير، والاكل ده هياخد وقت. وفضلت افكر مع نفسي ساعتها. بس قبل بقى ما ادخل المطبخ سمعت صوت على السلم، وهنا عرفت ان انا ممكن اعرف مين اللي بيحط الزباله علشان ما اظلمش حد. وفي الوقت ده بصيت من العين السحريه ولقيتها هي، ايوه هي سلفتي بنفسها، هي اللي بترميلي الزباله. وقتها خرجت على طول وقلت لها امسك حرامي، هو انت كنت فاكره ان انا مش هعرف ان انت اللي بتعملي كده؟ مش مكسوفه من نفسك؟ هو انا اذيتك في ايه؟ ده انا لسه عروسه جديده. ايه يا ام صرم مالك؟ لقيتها بتقول لي بصرم؟ هكون بصرم ليه يعني؟ هو انت احسن مني في ايه؟ انا بصراحه كنت بستفزك علشان تنزلي ونفتح كلام مع بعض. قلت لها يا سلام، ما انت كان ممكن يعني تتعبي نفسك وتجيبي طبق حلويات، شويه فاكهه، اي حاجه يا ستي، ان شاء الله حله محشي من عندك، وتيجي وتكلميني كويس بدل اللي انت بتعمليه ده. لا انت بصرم وانا حاسه بكده. وقتها لقيتها بتقولي معلش انا اسفه، مش هعمل كده تاني. قلت لها طيب
بما انك طلعتي مؤدبة وعرفتي غلطك، تعالي بقى معايا، خلينا نبقى اصحاب احسن. انا دلوقتي هعمل محشي، هتساعديني وتاكلي معايا ولا لا؟ لقيتها بتقول لي انا دايسه في الحوار ده، انا هدخل قبليكي كمان. ودخلت معايا ساعتها وعملت معايا المحشي، وكمان قعدنا اكلنا مع بعض. كنت عارفه بصراحه انها مش سهله، وانا كنت عايزه اكسبها بدل ما اكون عدوه ليها ونقابل مشاكل كتير مع بعض. وعدت الايام، عدت سنه، وسلفتي ساعتها خلفت. وفي الوقت ده كنا بنحضر للسبوع، وكانت كل شويه يجيلها زيارات، ناس عماله بتهنيها وتبارك لها على النون الجديد. وانا كنت سعيده ومبسوطه قوي، ورغم ان انا لسه محملتش، بس ما كانش عندي اي غل ليها، وكنت فرحانه جدا بالنون الصغير. ودخلت المطبخ علشان احضر المغات والاكل والحاجه بتاعت الناس علشان السبوع. وفي الوقت ده حطيت حاله الميه اللي افتكرت كان فيها ميه، بس لما حطيتها على النار سمعت صوت جاي من قريب ليا، وده كان صوت البيبي الصغير. ولما فتحت الحله اتصدمت لما شفته، وهنا بقى كانت صدمتي بجد. وطبعا اتخضيت على الولد، وقبل ما اشيله من الحله لقيتها دخلت المطبخ، وساعتها صرخت باعلى ما فيها. كنت انا مسكت الولد وقلت لها انا ما كنتش اعرف ان الحله. ساعتها قالت لي ما تكمليش، ما تكمليش يا ام صرم، حسبي الله ونعم الوكيل فيكي، كنت عايزه تعملي فيا ايه؟ بقى انا خايفه على ابني من الحسد وحطيته هنا، وقلت ان انت هتراعيه وتراعي فيه ربنا، تقومي عامله فيه كده؟ قلت لها الحله كانت متغطيه، وانا افتكرت ان كان فيها ميه، انا ما كانش قصدي اعمل كده. لقيتها بتقول لي اطلعي بره ومش عايزه اشوف وشك تاني. وقتها قلبي وجعني قوي، واتكسفت كسفة عمري. ايوه قلبي اتكسر، لاني ما كانش ذنبي ابدا اذيها. وفي الوقت ده نزلت شقتي وانا عماله بعيط ومنهاره. الموقف كله كان صعب، وعلى قد ما انا لحقت الولد الصغير وما حصلوش حاجه، على قد ما اللي حصل له ده ما كانش سهل برضه، وانا كنت حاسه بالذنب رغم ان انا ما كنتش اعرف. وفي الوقت ده فضلت اعيط لحد لما اختي كلمتني في التليفون، ولما عرفت ان انا زعلانه جات لي، ولقيتها بتقولي مالك، ايه اللي حصل لك بس؟ ساعتها حكيت لها اللي حصل. لقيتها بتقولي انا هقولك نصيحه وهسيبها على الله، عامل الناس كويس وبقلبك الطيب، بس ما تثقيش زياده عن اللزوم، والناس اللي قلبها مش كويس مش نضيف عمرها ما هتنضف ابدا، صدقيني. اعملي اللي عليكي واعملي الخير علشان خاطر ربنا مش خاطر البني ادمين، واوعي تزعلي على خير عملتيه. البني ادمه دي ما كانتش كويسه من الاول، بدليل انها كانت بترميلك زباله على السلم، وشكلها كده ما كانتش بتحبك. قلت لها بصراحه كنت عارفه انها ما بتحبنيش، دي حتى كانت بتفتل لجوزي عليا وتقول له كلام كتير، في منه اللي كان بيحصل وفي منه لا. الاول كنت بفضفض معاها واقول لها اسرار، وابص الاقي جوزي عرفها وعرف ان انا كنت بتكلم عليه. حرمت ان انا اعمل كده، بس ما كنتش اعرف ان قلبها اسود قوي للدرجه دي. هي اصلا اللي كانت غلطانه، حتى لو كانت خايفه عليه من الحسد كانت قالت لي، وانا كنت خدته في شقتي، وما كانتش عملت فيه ولا عملت فيا انا كده. لقيتها بتقولي ما تزعليش، بس انا بقى بصراحه كنت بتصل بيك عشان اقولك حاجه تانية. انا جالي عريس، ايوه جالي عريس. وقتها قمت زرغطت على طول وقلت يا نهار ابيض، يا سلام على الخبر الجميل، النهارده اسعد يوم في حياتي، انا مبسوطه قوي عشانك يا مريم، النهارده اسعد يوم بجد. لقيتها بتقولي كنت عارفه ان انت هتفرحي لي، وانا لما حسيت ان انت زعلانه جيت لك لحد عندك. انا بحبك قوي يا ياسمين، بحبك قوي من قلبي، وخليكي طيبه وجدعه بس مع الناس اللي تستاهل. وده مش معناها ان انت تقطعيها، بس تعاملي بحدود وحافظي على حدود نفسك وخصوصيتك. في الوقت ده سابتني ومشيت، وانا كنت قاعده متضايقه ان انا حتى مش هحضر السبوع. بس بعدها ب10 دقايق دخلت سلفتي عليا ولقيتها بتقولي السبوع مش هيتم من غيرك، وانا اسفه بجد وحقك عليا. في الوقت ده قلت لها خلاص انا زهقت منك ومش عايزه اعرفك تاني، امشي اطلعي بره. لقيتها بتقولي مش هطلع، وقلت لك السبوع مش هيتعامل من غيرك، وبقولك انا اسفه، انا بس كنت خايفه على الولد من الحسد، واتجننت لما شفت الحله على النار، هو ده بس اللي خوفني. وفي الوقت ده فضلت تترجاني كتير، نزلت معاها وقضيت السبوع وكمان غنيت للولد وفرحت بيه. بس من وقتها وانا واخده جنب وقاعده لوحدي، وعلشان كده جيت اسالكم، هو انا اتدخل معاها واتكلم معاها كتير
ولا ما تدخلش معاها تاني وكل واحد يكون في حاله، او حتى اقطعها تماما. ارجوكوا ساعدوني برايكم وقولوا لي اعمل ايه. لو عجبتكم القصه ما تنسوش تضغطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل القصص الجديده. ولو انت بتتابعنا على صفحه الفيسبوك ما تنساش تضغط لايك ومشاركه، وكمان متابعه صفحه الفيسبوك. اشوفكم على خير ان شاء الله.